اكتر 5 فنانين محترمين في مصر كلهم ضد المشاهد الساخنة، محافظين على الصلاة، بيوقفوا التصوير لما بيسمعوا صوت الأذان، رافضين يشتغلوا مع الفنانة إلهام شاهين أو إنهم يأيدوا المساكنة زي كتير من زملائهم الفنانين. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط لايك والكومنت. أختكم محتاجة دعمكم، حابة أشكركم على دعمكم لقناتي، ويا رب يديمكم نعمة ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم الفنان أحمد العوضي من أول ما اشتغل في الفن وهو ضد القبلات والمشاهد الساخنة. الفنان أحمد العوضي شايفها حرام، بيقول أنا عمري ما بوست ولا هبوس واحدة ست أكون بمثل قدام، ولا أعمل دور أتكسف منه بعد كده، وأخاف في المستقبل إن ولادي يشوفوا الفيلم ده أو المشاهد دي. وفي أعمالي ممنوع البوس، ممنوع مشاهد إثارة. هو والفنانة ياسمين عبد العزيز كانوا واخدين ده مبدأ من أول ما تعرفوا على بعض، خصوصا إنها هي كمان ملهاش في الكلام. عمرنا ما شفنا لها مشهد ساخن ولا قبلة ولا حضن ولا كلمة. الفنان أحمد العوضي بيقول إن البوس ملوش أي مبرر في الدراما، ولما اشتغل مع خالد يوسف قال له أنت عارف أخوك، طبعا لا بوس ولا أحضان، مفيش الكلام ده عندي. الفنان أحمد العوضي أول فنان طالع وقالها صريحة كده، المساكنة دي زنا، محبش يعني يعمل تجميل للكلمة، وقال بلاش الجهر بالمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أما الفنان التاني المحترم واللي أكثر احتراما في مصر كلها ولسه لحد النهاردة ندمان على البوسة اللي عملها في فيلم هي فوضى، ساعتها يوسف الشريف عمل عرض خاص وجاب أسرته عشان يتفرجوا، كان فرحان. أول دور يعمله مع يوسف شاهين مخرج لشان نوران، لكن ابوه وامه ما عجبهمش القبلات بينه وبين منة شلبي، وقالوا على المشهد ده حرام. من ساعتها وهو قرر لا بوس ولا احضان ولا قبلات ولا تلامس. وقتها جاله فيلم تاني، ولما قرا السيناريو لقى فيه مشاهد ساخنه، فطلب ان هي تتشال، بس المخرج رفض وقال له دي مش شغلتك، ما تيجي تخرج انت. وقال للمخرج يا تشتغل الفيلم زي ما هو يا بلاش خالص. وبالرغم من انه كانش عنده شغل اعتذر عن الدور، وفضل 2 كاملين عاطل بلا شغل. وفي ناقد مشهور عمل عليه حمله في الفتره دي وقال ان هو مش هيشتغل وشوف له شغلانه تانية بقى، لكن يوسف الشريف فضل مصمم على موقفه وقراره، وقال انا مش هعمل حاجه حرام، ولمد لو الدنيا زنقت معايا قوي هفكر اسيب التمثيل، وده عشان يعرف يعيش. ولكن فجأة ربنا فتحها عليه من واسع، ولما اشتغل بقى يكتب في العقد مع المنتج انه مش هيعمل اي مشهد ساخن ولا بوس ولا قبلات ولا احضان ولا تلامس ولا حتى يمسك ايد الفنانه اللي قدامه. اما الفنان احمد مكي انضف واجمل قلب، ملوش اي علاقه بالوسط الفني تقريبا، من الناس اللي بيوقفوا تصوير عشان الصلاه، ومقتنع تماما بان ربنا مش بيبارك في اي عمل ينهي عن الصلاة، وما تقدرش تجيب أي مشهد من شغله في مشهد يغضب ربنا سبحانه وتعالى. الفنان محمد سلام بيرفض القبلات والأحضان والمشاهد الساخنة، عموما أنه شايف أن دي كلها سيئات جارية تفضل تتسجل في حياة الفنان، وهو مع الناس في نظرية اللي ما ترضوش لأمك وأختك ومراتك وبنتك مش هعمله. مش مقتنع أبدا بنظرية البوس في سياق الدراما، وأن الموضوع بيكون من غير مشاعر. هو ما بيخافش موقفه ده يأثر أبدا على شغله، وكلنا شفناه لما ساب المسرحية في موسم الرياض وضيع على نفسه ملايين مضمون عشان مش قادر يطلع ويهزر ويضحك خوفا على مشاعر اخواتنا في فلسطين. الفنان هشام ماجد بكل وضوح قالها انه ضد المشاهد الساخنه، وانه عمره ما هيعمل حتى لو كان الفيلم او المسلسل هيخليه نمبر 1. وفي فنانين كتير جدا ضد القبلات والمشاهد الساخنه والتلامس، ناس متربيه بجد، فنانين بجد، منهم محمد رمضان ومحمد هنيدي واشرف عبد الباقي. بيقول الفنان محمد رمضان ان القبلات والاحضان في الافلام بتاذي اكتر من البلطجه، وانه ما يقدرش يشوف فيلم فيه قبلات واحضان مع اسرته واولاده. كل دول حاطين مبدأ ماشيين عليه ومستمرين عليه في الفن. مبدأهم الاساسي هو رضاء ربنا والخوف من ربنا، والناس برضو عارفه وبتميز الصالح من الطالح، لان عمر القبلات والبوس والاحضان والتلامس والمشاهد الساخنه بتعمل فنان محترم. في الاخر لا يصح الا الصحيح. في فنانين بتحب تدخلهم بيتك من خلال الافلام والمسلسلات، انك ضامن انهم محترمين وبيقدموا فن محترم وبيقدموا رساله للشباب والبنات اللي طالعين.